السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل طعمية وهنحط عليها مكون كده هيخليها لك كفتة مش طعمية. وهنعمل الفول. بصوا زبدة. يعني انا هقول لكم كمان هنعمل الفول بايه، فول يعني عادي خالص من الفول بتاع اللي هو اللي كان بيحطوه على التموين دوت وكده. فاحنا ايه هنعمله بقى بطريقة جميلة جدا. هنا انا بوريكم ان شاء الله هنحط ايه بقى مع الفول، يعني حاجات بسيطة قوي هتخليهولك لونه اصفر وجميل جدا. واقول لك كده على تكات مع وانا بتتفرجي على الفيديو، هقول لك عليها تعملي فيه ايه تخليه لونه تحفة معاكي. وكمان الطعمية زي ما بقول لك هنحط عليها مكون هيخليها كفتة. بصوا دي كفتة مش طعمية. يلا بقى بينا كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش ونشوف هنعمل ايه. انا كنت طبعا مفرزة فول. كنت غسلاه ونقعاه وحطاه في اكياس كده وحطاه في الفريزر. فالنهارده بقى ده فول عادي خالص، الفول اللي هو الصغير. لو عايزاه فول بقى الفولة الكبيرة دي بتبقى حلوة احلى من دي كمان. بس انا يعني هو ده اللي عندي، فهو ده اللي هعمل لك بيه النهارده فول مدمس جميل جدا. واحط عليه جزر، بس يا ريت الجزر لما تيجي تحطيه حطيه مبشور احسن عشان ايه ما يبانش خالص. وهنا حب كبشة كده، كبشة فول مدشوش، وكبشة عدس اصفر. غسلتهم كويس واحطهم كده. انا هحط بقى الميه. الحله دي عاديه خالص، مش حله ضغط. هي كانت حله ضغط وخلاص وايه وباظت وكده. فانا بستعملها كحله عاديه، بس ان هي ايه بتستحمل ان هي يعني بتسوي الحاجه كده، بس مش بتعملها بخار، يعني مش خلاص ما بقتش تعمل بخار. وخلوا بالكم من الحله للضغط، انا عايزه اقول لكم عليها عشان الحله دي يعني ورتني كده ايام كانت جميله كده. بعدين هنتكلم فيها. هنا انا بشيل الفوله اللي بتطلع على الوش، عشان الفوله اللي بتطلع على الوش دي بتبقى شرب ميه، وبتبقى فوله خفيفه كده وفاضيه من جوه. فاحنا مش هنخلي الفوله اللي هي بتطلع من على الوش دي، عايزين نبقى نشيلها كده ما تخلوهاش. شايفين انا بوريكم ان هي مش حل ضغط خالص ولا اي حاجه، هي حل على الديه خالص. في الاول هتحطيه على البوتاجاز، هتعلي عليها شويه لتغلي غلوتين، وتروحي حاطه تروحي موطيه عليها قوي. هنا بقى انا كنت هنقع ايه نص كيلو فول مدشوش. الفول المدشوش ده هنعمل منه حاجات كتير قوي وهشيل منه كمان يعني. تمام. انا كده كل اللي انا عملته ان انا غسلته وهقعده بس 10 دقايق مش اكتر من كده. شايفين انا عايزه الفوله كده تتكسر معايا بالطريقه دي. انا كده ايه قعدته 10 دقايق، هصفيه بقى واشيل منه. والطعميه هقول لكم عليها خطوه بخطوه كده. بس هنشيل بقى من الفول دوت. شايفين صفيته خالص وغسلاه كويس. الفول بقى المدشوش دوت بتعملي منه طبعا الطعمية، بتعملي منه اذا كان الفول المقلي اللي بنقول عليه، حاجات كتير قوي بتعمليها منه. هنشيل بقى كده شلنا يعني نص كيلو ما شاء الله، شلت منه اهوت الكيسين. وكمان هعمل منه الطعمية وهشيل من الطعمية ديت، يعني الطعمية دي انا هخزنها برضو. تمام. هحط بقى كل الفول اللي هو اللي فايض ده. وانا سايبه بقالي مسافه اهوت حاطه الفول على البوتاجاز ووطيت عليه خالص. تمام عشان يبقى ايه يبقى خطوه بخطوه كده مع بعض. نشيل بقى الفول ده نحتفظ بيه. عايزه تعملي منه بصاره، تعملي منه فول اللي زي ما قلت لكم فول مقلي تحفه جميل جدا. الاكل الفول ده معروف قوي يعني. وفي حمص اللي هو الحمص الشام ممكن برضو تعمليه برضو كده. انا عندي هنا كنت مخزنه اللي هي اللي انا قلت لكم عليها الخضره. وعندي هنا ده مش كرات، انا كان نفسي ان هو يبقى كرات، لو كرات يبقى احسن. عندي توم وبصل، وعندي بصل اخضر اللي هو الورق بتاع البصل الاخضر. تمام. مش مكتريش البصل علشان البصلة ايه يعني كده كده يعني عايزين الطعم بس. هنا شايفين انا الخضرة هاخد منها حتة صغيرة جدا. الخضرة دي عبارة عن شبت وكزبرة وما فيهاش بقدونس.
حتة صغيرة كده بتديها ريحة حلوة، وكمان الشبت والبقدونس، الشبت والكزبرة بيدوها ريحة حلوة. هجيب الكبة بتاعتنا الجميلة، وهنبتدي الأول خالص في الشبت نقطعه كده عشان ما يلفش على السكينة، وهنفرم كويس الأول خالص البصل مع الشبت مع الخضرة، وبعد كده هروح حاطة الفول. هحط الفول كده بالتدريج وهفرم شوية شوية. لو لقيت ان الكبة تقيلة معايا هحط حبة مية صغيرين، ما لقيتهاش تقيلة وخلاص. انا عشان ما شربتش الفول مية كتير، يعني انا عشان ما شربتوش مية كتير فهو ممكن يبقى ناشف شوية. علشان بصوا بقى، انا هنا هحط بقى الايه اللي انا قلت لكم عليه، المكون الجميل اللي انا هحطه ده. انا كنت مخلطه هنا زي ما بقول لكم عشان باخد حبه حبه على الكبه يعني. لو الكبه بتاعتي كبيره اعملي كله افرميه كله مره واحده. انا هاخد هنا معلقتين رز مطحون، معلقتين رز مطحون. بصي كأنه كفته. انت لو لاحظتي ان انا ما حطيتش حاجه خالص، هحط دلوقتي معاكم الكزبره، هحط معاكم التوابل. التوابل بس بدون ملح، يعني انا مش هحط ملح خالص مع الطعمية بتحتفظي بيها، ولما بتيجي تطلعيها بتحطي اللي انت عايزاه في التوابل كلها فيها بعد ما بتطلعيها. تمام. انا هنا كده خلاص حطيت التوابل، حطيت كزبرة وكمون، وزي ما قلت لكم ما حطيتش ملح، حطيت كزبرة وكمون بس عشان ما تخليش الطعمية طعمها يروح. والكفتة برضو لو عملتيها تعمليها كده يعني، بس كفتة ممكن نحط التوابل كلها مع بعضها. بصوا كفتة، كفتة هايلة هايلة يعني. مش قادرة اقول لكم. زي ما بقولك انا هشيلها في اكياس من غير خالص اي توابل، بدون توابل نهائي. اما تطلعيها بقى حطي عليها زي ما انت عايزة، بيكنج باودر، عايزة تحطي كربوناتو عليها، عايزة تحطي ملح كمون كزبرة، كل اللي انت عايزة تحطيه حطيه قبل يعني لما تيجي تعملي الطعمية مرة واحدة. وما تحطيش ملح خالص نهائي كتير، يعني حبة ملح صغيرين جدا عشان الحاجات دي بتبقى ما بتستحملش الملح. شايفين؟ انا بقى هخلي الكم حتة دي، الحتة دي هطلع منها كم طعمية كده هفطر بيهم معاكم. هنعملهم مع الفطار ومع الفول الجميل اللي احنا عملناه، وهوريه لكم هو هيطلع زبدة ازاي وجميل جدا. هنا بقى ربع معلقة كده صغيرة، ربع معلقة كده بيكنج باودر. عندك بتاع اللي هي الكيك شيف دوت تحطي منه. هنا كزبرة وكمون وملح بس فقط لا غير. من بره بقى هنحط ايه؟ هنحط سمسم وهنحط حبة البركة. هقلبها كويس جدا، ولو عندك مضرب يا ريت تحطي نقطة مية كده اهو صغيرة وتضربيها كده وبالمضرب هتطلع معاكي برضو هشة وجميلة جدا. عايزة تحطي عليها بيض حطي، انا ما حطيتش ولا بيض ولا اي حاجة خالص. الفول طالع معانا زبدة اهو زي ما انتوا شايفين، شايفين زبدة حاجة كده يعني في منتهى الجمال. لا تقوليلي بقى فول من بره تاني ولا اي حاجة خالص. شايفة الفول عامل ازاي؟ وهيطلع معانا كام كيس حلوين هتحتفظي بيهم في التلاجة. وزي ما قلتلك لو عايزة الفولة الكبيرة ديت بتبقى احسن من الفولة دي. الفولة الكبيرة بتعملي منها المنبت، يعني بتنبتي بيها وبتعمليها الفول المدمس ده بتطلع حلوة. بس انا شايفة ان انا برضو يعني دي طلعت معايا في منتهى الجمال، حلوة جدا وزي الفل. دي اللي هي زي بتاعة العلب كده. وما تحطيش مع الفول اي حاجة، لا تحطي كربوناتو ولا ملح ليمون ولا اي حاجة خالص للتسوية. انا بعملها لك اهوت بالمعلقة السيليكون، وهي المفروض ان هي طرية. بصي بيطلع زبدة اهو، يعني انا بعملها بايد واحدة وبعملها بفعصها كده بلاقيها زي الفل وجميلة جدا. في ناس بقى بيحبوا انهم يحطوا عليهم زبادي، يحطوا عليها زبادي، يحطوا عليها حسب ما انت عايزه. بعد كده اعمليه، عايزه تعمليه فول بقوطه زي الفل. هنا بقولك السمسم وحبه البركه، وجبت طاسه كده صغننه
وميه لو عوزت ميه، انا بصراحه ما احتاجتش ميه، يعني انا لقيتها ان هي متماسكه من غير ميه وزي الفل. هنحمر بقى كده وهيطلع معاكم اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه في الاول ده. اما تحطي الطعمية تحطيها ما تخافيش، هي مش هتلزق ولا اي حاجة. انت هتحطيها هتلاقيها قبت لوحدها كده وطلعت من الطاسة. الطعمية طالعة تحفة وجميلة جدا جدا، ويا رب تجربوها وبألف هنا وشفا. احنا هنبتدي بقى نعمل اكلات كده بتاعت الصيف كده الجميلة، اللي هي الاكلات الشعبية بتاعتنا. احنا في اواخر الشهر، ففي اواخر الشهر ده بنعمل بقى اكلات كده الجميلة بتاعتنا الحلوة اللي احنا كنا محرومين منها في رمضان، علشان مثلا بتشرب مية الكلام ده كله. لكن احنا دلوقتي طبعا خلاص، يعني كل سنة وانتم طيبين. فانا حطيت هنا حبة زيت بصراحة، لو انت عايز تعمليها بالزبدة اعمليها، بس انا قلت هعملها فطار كده سريع ليا، فعملتها بالطريقة دي. حسب بقى الفولة معاكي زبدة هيت هتعملي بيها اي طريقة انت تحبيها. وتحطي عليه ليمون، تحطي عليه كمون، براحتك خالص. بألف هنا وشفا. والفول معاكي زبدة، وتحط عليه طحينة، تحط عليه بقى، شوفي بقى تحطي ايه. مخلل جنبيه. عايزه اوريكي بس الفوله، استني كده لما اعمل الغطا علشان هسيبه يبرد بقى خالص، وبعد كده ايه احتفظ بيه، احطه في اكياس بقى واشيله. يبقى احنا عملنا الطعميه وعملنا الفول ما كده اهوت، مش هنحتاج نجيب اي حاجه من بره. بألف هنا وشفا ليكم، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ومتنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كده في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم. وبألف هنا وشفا. انا عايزه اوريكم بس طعميايه عامله ازاي. طعميايه بصوا، مش طعميه دي كفته. كفته كده طعم تحفه جميله جدا. حاجه كده جميله ما فيهاش اي ولا دقيق ولا الكلام ده كله، ولا ما فيهاش اي حاجه، زي الفل. هي كل الحكايه معلقتين الرز اللي احنا حطيناهم، ودول بقى هنحتفظ بيهم ونحطهم في الفريزر. والفول الجميل اهو زي ما بوريه لكم. متنسوش بقى اللايكات، بالله عليكم اللايكات ديت هي اللي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان القناة كده تكبر بيكم وليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم جدا في الله. زي ما بقولك، لو عايزة تحطي الجزر من غير ما تبشريه احسن، عشان ما يبقاش باين كده، بس مش اكتر من كده. في رعاية الله يا حبايبي، مع السلامة.